اجيو تشوفوا معايا اش كاين في العالم الاخر. 10 في العقل. واش شفتوا الكوميديا اللي دازت هاد اليومين في ملعب نيلسون مانديلا؟ الجزائر اليوم قررت تخرج لنا الحلقة الأخرية من مسلسل 10 في العقل. جابوا الدراري من خيام تندوف ولبسوهم التوني وقالوا لهم انتم منتخب الدولة. خاصم شكون؟ هو نجوم الجزائر القدامى. يعني الماتش بين 10 في العقل، ديربي داخلي بامتياز بين الجزائر الشمالية والجزائر الجنوبية تندوف. تخيلوا معايا بلاد كتقول على راسها قوة ضاربة وعندها محرز وبن ناصر ومخليه الكرة الحقيقية والتنافس الافريقي وماش تضيع الفلوس والوقت باش تنظم ماتش لمنتخب وهمي واخترعاه في الكوزينها. ومن هكا نظموا غا كأس افريقيا بعد بينوا لينا فيه النشيد ديال بوليزاريو كيتعرض في قلب العاصمة. واللي بقى فيا يا الجماعة المسكينة كتصفق المنتخب جمهورية القياطون والعجاج اللي ساكن عندهم في بلادهم وموكلاهم ومشرباهم مرزق الشعب الجزائري المقهور. زعما هادشي كله ضد في المغرب. المغرب رباح الصحراء برمالها وبحرها وفوسفاتها وبالتنمية اللي خلت العالم كله كيجي ماركي عنا المشاريع مونديال 2030 كأس إفريقيا مشاريع الطاقة الشركات الصناعية. وشنو ربحت الجزائر؟ ربحت 80 ألف مواطن لاجئ في داك الخلا والقفا ومازال كيخسروا عليهم الملايير وكل عام غير باش يصوروا معاهم فيديو فيه كرة وميكروفون. هذه ماشي مباراة كرة القدم، هذه حفلة تنكرية للفشل. المغرب كيبني موانئ ومطارات ومصانع ومناطق جنوبية والجزائر مسكينة كتدرب فريق تندو في المحلي باش يلعب ضد قدماء المحاربين. الواقع مر عند هاد الناس، بينما المغرب خدام وكيفرض السيادة ديالو الأفعال والمشاريع والكبرانات مازالين واحلين في الدربي الخيبات. نتيجة واضحة، المغرب فاز بالصحراء والجزائر فازت بتنظيم دوري الخيام. في ملعب براقي شكون اللي خسر في التالي؟ ماشي اللاعبين، بل هو داك المسكين اللي كيشد الصف للحليب والسميد والغاز والماء في حين فلوسو كتصرف بلاصة أخرى باش يتخلص بها التوني والسبردي إلى المنتخب وهمي كيتجمع غير في بلاشية ورا الخيمة. المغرب حسم اللعبة بالواقع والشرعية وخلى لكم استعراض والشطيحات تبردوا بها على غدايتكم. حنا كنبنيو التاريخ وانتم بقاو تصرفوا الملايير باش تصوروا ماتش مع الوهم. هادشي اللي كاين والسلام عليكم. اللي بغى يفهم يفهم.